افتتح اليوم السبت 31 من مايو 2025 فعاليات المعرض الدولي للصناعة التقليدية المغربية جهة سوس ماسا، الذي ينظم على مدى 5 أيام في ساحة لامونيه بقلب العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط إقبال لافت من الزوار واهتمام إعلامي وثقافي واسع. اذا كما لاحظتوا معنا اليوم الافتتاح الرسمي ديال المعرض ديال الصناعه التقليديه ديال سوس ماسا هنا في بروكسل في لابلاص دو لاموني. هذا المعرض اللي كيجي في اطار واحد اتفاقيه ديال الشراكه بين الغرفه وبين الجمعيه وكذلك الوزاره ديال الصناعه التقليديه. كما كتلاحظوا معنا صانعات وصناع تقليديين جاوا من الجهه ديال سوس بالمنتوجات ديالهم المتنوعه لابراز ديال هذه الهويه المغربيه في المجال ديال الصناعه التقليديه وما تزخروا به، وكذلك بالتعريف بالجهه ديالنا ديال سوس ماسا، وكذلك التواصل مع الجاليه ديالنا، وكذلك التواصل مع الساكنه ديال بروكسل اللي لقينا اليوم الاول كان يوم اللي هو فيه زوار كثار لهذا المعرض هذا، واكتشفوا فيه الثقافه السوسيه والثقافه ديال المغرب ديالنا الحمد لله المتنوعه. وكذلك كما كتعرفوا العلاقه المغربيه البلجيكيه علاقه متميزه، لذلك حنا هنا من اجل هذا المعرض ديال الصناعه التقليديه اللي درنا ليه واحد الشعار ديالو الصناعه التقليديه سفير ديال الاقتصاد المغربي. فهذا كل شيء كيدخل في اطار البرامج اللي كتسطرها الغرفه وكتابه الدوله في الصناعه التقليديه. هذا الحدث الذي نظمته جمعية أليانز بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسا وبدعم من التمثيليات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا، شكل منصة حقيقية للتعريف بالتراث الحرفي المغربي، وخاصة ما تزخر به جهة سوس ماسا من مهارات وإبداع أصيلين. اليوم جد سعداء بتواجدنا هنا بقلب بروكسل، بالقلب النابض لأوروبا وعاصمة الأوروبية بروكسل، من أجل معرض الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسا، والذي لقى إقبال كثير وكبير من الجماهير وخاصة المغاربة والأجانب أيضا. فهذه أول مرة في تاريخ المغرب ينظم معرض هنا بهذه الساحة، ساحة لاموني. عرف المعرض مشاركة أكثر من 30 حرفياً مغربياً قدموا من مختلف مناطق الجهة، وعرضوا منتجات تقليدية متميزة تنوعت بين الفخار، النسيج، الجلد، الحلي، الخشب، الحديد ومستحضرات التجميل الطبيعية. كما قدم الحرفيون عروضاً حية تفاعل معها الجمهور الأوروبي بشغف، وفتحوا حوارات مباشرة مع الزوار حول تقنياتهم والرموز الثقافية التي يحملها كل منتوج. المنتوج اللي جبت لهذا المعرض بروكسل هو الزرابي، والحمد لله كان واحد كما كنعرفوا في واحد المنطقه في واحد البلاصه اللي زوينه. كنشكروا بعد الناس اللي صاهرين على هذا العرس اللي هو جينا كنعرفوا به بالمنتوج المحلي المغربي بصفه عامه وبصفه خاصه جهه سوس ماسا. كان بالنسبه لي كاول مره معرض ليا في العاصمه الاوروبيه. ديجا درت معارض اخرين، ولكن هذا كانت حاله خاصه اللي هي كانت بالجمعيه اللي كنشكروها بهذا المنبر، والغرفه والوزاره كنشكروهم. الناس الجاليه هما كنشكروهم على هذا الاقبال وهذه الفرحه. يعني مني كتجي ان شاء الله سبحان الله العظيم جينا لهذا المعرض كتحس بحالها في المغرب بالناس اللي صاهرين على هذا المعرض والناس اللي كيجوا والزوار. وكان واحد شويه الاقبال، الناس يعني باقيين يلاه كاين اللي غيرجع وكاين، والحمد لله كاين واحد شويه الاقبال الحمد لله، وكنتمناو ما تكونش اخر مره ان شاء الله. وكنشكروا الجميع والسلام عليكم. وتطمح الجهات المنظمة إلى توسيع نطاق المعرض ليشمل جهات مغربية أخرى، وتحويله إلى موعد سنوي قار في روزنامة الفعاليات الثقافية ببروكسل.